عندكم مشوار بعد ساعتين 3 ونسيتوا تغسلوا الشوزة، تعالوا اقول لكم هنعمل ايه عشان نغسلها وننشفها بسرعة وبسهولة. طبعا غسلناها، شلنا منها الفرش بتاعها. بعد كده هجيب فوطة قديمة ما نكونش بنستخدمها ولا بنستعملها، تكون قديمة، بس اهم حاجة انا باكد على معلومة ان هي تكون فوطة قطن. فوطة قطن يا جماعة، ملاقيش حد جايب لي فوطة بوليستر مش بتمتص المية ويقول لي التجربة ما نفعتش وما نجحتش. المهم نجيب الفوطة ونحاول ندخلها جوه الشوزة كده زي ما انا عملت، وهنلفها على الشوزة كلها. طبعا احنا غاسلين الشوزة فما فيهاش اي حاجة. زي ما انت شايفة كده انا بضغط بالفوطة على الشوزة عشان اسحب المية. انا بمتص المية الزيادة من الشوزة، انا عايزة الشوزة مندية فاشلة نسبة مية ضعيفة جدا، واحاول انشفها باي طريقة. فاهميني؟ بالراحة كده هتلاقي الفوطة القطن شربت كل المية من الشوز بتاعتك، سواء بقى شوز قماش شوز جلد. هي زي ما انت شايفة كده هتشرب المية. لو لقيتي ان الفوطة مبلولة قوي غيريها، هاتي فوطة تانية وابتدي برضو نشفي الفردتين كده وطلعيها في الشمس، سواء على الحبل لو في شمس وهوا. ما فيش شمس وهوا مش متاح ان انتي تنشريها، هتشغلي المروحه تحطيها قدام المروحه، او لو عندك سشوار هتوجهي عليها السشوار. هي يا دوبك مش هتاخد وقت في التنشيف لان احنا اوريدي احنا ساحبين منها الميه، هي بس منديه. فهتنشف معاكي بسهوله وبسرعه. لايك وشير للفيديو، بحبكم كتير كتير، السلام عليكم.